عندك شق امين العام سي عبد الرؤوف العيادي، وانا ما اعرف انت احنا شو معاش بعدك في المشاكل اللي وقعت في المفاوضات توزيع الحقائب بين انت سي عبد الرؤوف نتعداو مع سي منصف، قلنا له نحب ماذا بينا الحقائب تتعطى بطريقه ديمقراطيه والمفاوضات ما مشيش على حسب يورام تدير الحزب المؤتمر كما نقولوا احنا بالدارجه تشلكنا خاطر كنا قوى وكل شيء تشلكنا في المفاوضات الصلاحيات نتاع الرئيس والصلاحيات حتى الوزارات ما كانش وزارات مرضيه، وزيد عندنا مخرطين كما قلت في الفتره هذيك يتغشوا وقالوا شنو الحكايه هذه واحنا مش حزب النهضه ولا وقعت مشكل مع المخرطين. احنا قلنا ما لا يلزم كما نقولوا الحقائب تتعطى بطريقه ديمقراطيه. انا وسي عبد الرؤوف هذا مع الدكتور قبل ما يولي رئيس ما مشيش الامور بعد ما الدكتور ولا رئيس وزعنا الحقائب بطريقه ديمقراطيه. فما جماعه في المؤتمر تفاوضوا من المكتب السياسي عملوا انقلاب قلبوا على شرعيه حزب هو سي عبد الرؤوف العيادي، هو كان نائب الامين العام وكان نائب رئيس منصف كان رئيس الحزب وسي عبد الرؤوف كان نائب الرئيس ومش نائب رئيس وسي منصف يقول هو رئيس. سي عبد الرؤوف العيادي منظم كبير اسسنا الحزب مع بعضنا وعنده الشرعيه بيانات كانت حتى في النظام الداخلي بانه نائب الرئيس ولا نائب الامين العام يولي هو امين العام. بعد عملوا هما 15 مع الصبا نتاع الليل عملوا انقلاب وحطوا سي عميله فهمت في بقى سي عبد الرؤوف العيادي وليش المشكل كبير في الحزب حتى المخرطين كانوا ماشي يثوروا علينا وقالوا يجيوا حتى المقر ونطردوهم. هذاك شو وقع قلنا ما نحبوا الحقائب ونحبوا واحد شيء. انا وسي عبد الرؤوف قلنا للدكتور قلنا احنا مش نمشيو نتلاو بالحزب بعد المشكل بيديروا بوليتيك ما خاطش ولا يعمل سياسه ولات مارك قطع ورعيش وهذا يجمد وهذا فهمتي طرد هما بيد مشاوروا بيننا في المخرطين والبعض تاعنا القاعده فهمتي ماهيش راضي على المردوديه نتاعهم كوزراء وحتى في الكتله فهمتي جد عن انقسام. احنا ما انقسمناش يحكوا عن انقسام فهمتي ماهوش انقسام هو انتقاء وكوت دي كونتاكسيون مش ما تنقسمش على مشاكل سياسيه. هذا انقسام اشخاص كما نقولوا ثم مصالح ولا شنية وشارين بان فهمتي المخرطين كما نقولوا شادين القاعده نتاعنا قويه وشادين في المبادئ اللي هي ما احترموهاش على حسب يورا. محمد عبود يتكلم عن الانقسام احنا يا خويا المؤتمر فيه امين عام وفيه القاعده وفيه الكتله والكتله نتاعنا فهمتي فيها اشخاص كما نقولوا فهمتي عندهم الكفاءه وباش كما نقولوا فهمتي الحزب هذا يواصل التماشي نتاعو حتى المؤتمر مش انقسام خاطر تقول انقسام في كوم سي عندك زوز جهات متفاهمون على السياسه نتاع الحزب خاطر احنا حزب مش جمعيه خيريه ومش انقسم ثم عباد سي عبد الرؤوف العيادي والعبد لله ماشيين في الخطه نتاع المبادئ نتاع الحزب ما احناش امتيازين ولا احنا فهمتي النهضه اخواتنا وكل شيء واحنا دافعنا عليه في 2002 وردونا احنا قياسه الاخوانجيه وما نكلمكش قبل في 2002 هل يا صاروا